احنا نرجع ونتكلم ونسيء ونصطدم ونعمل فتن بين الاهلي والزمالك بدون داعي. ولما الفتنه تطلع من واحد من الجماهير هعمل نفسي مش واخد بالي. لما الفتنه والاثاره تطلع من راجل اعلامي معروف ميوله وانتمائه يمكن ما تاخدش مننا وقت طويل. لكن الفتنه لما تيجي من مسؤول كبير واسم كبير بحجم وقيمه المهندس عادل القيعي، الراجل اللي قرب من 80 سنه ومع ذلك لسه عايز يعيش على الفتن وعلى الاثارات وعلى التحفيل والكلام الفارغ اللي هو للاطفال الصغيرين. بقول لك كابتن عدلي عيب. بقول لك كابتن خطيب، هل الاساءات والمشاحنات دي باوامر منك او مجلس اداره الاهلي؟ هل سياستك انك تصطدم دايما بنادي الزمالك وجماهيره؟ هل سياستك سياسه تحفيل؟ يعني انا بس بسال الاسئله دي قبل ما اقول ليه انا بقول كده. هل يرضي اي اهلاوي ان احنا نبدا فاصل تاني جديد من القيل والقال والسب والقصف والشتايم، ولا عايزين تعملوها رياضه وتعملوها كره قدم؟ السؤال بقوله للمره الاخيره ليه؟ لان الكابتن عادل القيعي طالع في احدى البرامج اللي عنده بيقول لك الفيفا بيبعت للنادي الاهلي برقيات تهنئه على اسلوبه وادارته وشغله الاحترافي كنادي كبير وله سمعته، على عكس انديه تانية كل يوم عندها مخالفات وبتتمنع من القيد. اولا ده شغل مش شغل رجاله يا كابتن عدلي. كلام ده عيب ولا يليق بنادي الزمالك ولا يليق بيك انت شخصيا. الزمن ده انتهى، لكن يبدو ان انت لسه عايش فيه لانه دي الاجواء اللي انت بتقدر تشتغل فيه. فانا مش هرد عليك واقول لك عيب يا كابتن عدلي، ولا هقول لك ليه صالح سليم طردك زمان من النادي الاهلي، ولا هقول لك مسك عليك ايه، ولا هقول لك كنت بتعمل ايه عشان ترجع النادي لما رحت اشتغلت في الجزيره. كل ده مش بتاعي. احنا بنتكلم عن نادي الزمالك، ما بنتكلمش عن النادي الاهلي. اللي عندك هم اللي يجيبوه. وانا شخصيا كصحفي وانت عارف انا كتبت وقلت ايه قبل كده في وقت من الاوقات ايام صفقه حسين شكري اللي كانت ترسانه طالب فيها 50,000 وحضرتك بعت لهم 200,000. انا ماليش دعوه بكل ده. ده اداره نادي الاهلي هي اللي تشوفه وهي اللي كانت تتابعه. طب النهارده بقى، زمان كنتوا بتقولوا ان مشكله الرياضه في مصر مرتضى منصور، راجل سليط اللسان وراجل متهور وراجل مندفع وراجل مصطدم. طب مرتضى منصور قاعد في بيته والراجل بره المشهد تماما. مش مرتضى منصور لوحده، كل الرجاله اللي كانت بتنتمي لعهد مرتضى منصور في الزمالك مش موجودين دلوقتي. حضرتك طالع تدور عليهم، ولا طالع بتستفز الناس، ولا طالع بتستظرف؟ كل ده يخصك انت، لكن الزمالك يخص كل الناس اللي مرتبطين بالنادي. فمن فضلك يا كابتن عدلي عيب. اهتم بشؤونك. انت زي ما انا قلت في البدايه امام مجلس اداره نختلف او نتفق على ادائه، احنا كزملكاويه احنا احرار مش بتاعتك. لكن تطلع انت تتطاول على اي زملكاوي صغير او كبير، بننسى مشاكلنا وهنقف كلنا نتحد علشانك انت واللي زيك. حتى لو 1000 واحد و1000 عدل خير مش هنسمح بتطاول ولا باهانات ولا بتحفيل ولا تجاوزات من راجل زي ما قلت جاوز او اقترب من. لكن انت ترجع تاني وترجعنا الزمن انه يلا نشتبك ويلا نتخانق ويلا نتكلم وترجع تدعي المظلوميه. اسمع يا كابتن عدلي عشان الكلام ده مش هتسمعه تاني. انا عمال اقول لك يا كابتن عدلي وبقول انك صديق وانك اخ وكل ده ما بنكروش، بس الا التطاول على الزمالك او اي حد يمت للزمالك بصله. مش بس النادي ككيان، ابعد عن الزمالك، ابعد عن ادارته، ابعد عن جماهيره، ابعد عن اعلامه، اتحزم وارقص للاهلي في قناتك انت حر. اتحزم وقف على الترابيزه اللي بتقعد عليها وارقص، والله انت حر. يمكن نسقف لك من بعيد، لكن ما تحطش الزمالك في جمله مفيده. لانه انا ما اقدرش اقارن الزمالك بالظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي. نادي الزمالك يا كابتن عدلي مجلس ادارته بيتحل خميس وجمعه. مجلس اداره الزمالك بيتحط له 3 4 لجان سنويا. شوف انت عندك مين بيصرف عليك، شوف مصادر الاموال اللي موجوده في النادي الاهلي. روح شويه ظبط كده وراجع نفسك وشوف الكلام ده مصدره ايه. مش هنستوي، اصل احنا مش قاعدين في منظمات متحده ولا منظمات حقوق انسان. ده رياضه، والرياضه لما يبقى فير وفيها عداله وتتساوى الناس كل واحد هياخد بما يليق بيه. انت دلوقتي مش بتاخد البطولات اللي بتليق بيك، لا، انت في وراك مؤسسات واشخاص بيدعموا النادي الاهلي بلا هدف، على اعتبار ان الاهلي مؤسسه قوميه والزمالك مؤسسه غير قوميه، على اساس ان حضرتك مؤسسه رياضيه وانا مؤسسه بتتاجر مثلا في الحبوب المخدره. يا كابتن عدلي عيب الظروف اللي فيها النادي الاهلي تختلف عن ظروف الزمالك. وانا كنت شايف انت كراجل مسؤول كبير ورئيس شركه كوره في واحد من اكبر انديه مصر وافريقيا والشرق الاوسط، ان يبقى عندك من دماسه الخلق ها وسعه الصدر انك
على الاقل تتعاطف مع نادي الزمالك وتقول ان الزمالك بيستعيد عافيته، وان الزمالك في عصر من العصور كان مش عارف ازاي. النهارده الدنيا بتتغير، لكن انت مصر تعيش في الماضي. خلي بالك الزمالك عنده طول الوقت رجاله ترد. مش لازم يبقى اللي موجود مرتضى منصور، لكن اللي موجود ممكن يبقى عارف تاريخك، ولو فتح هذا الملف انت هترجع تقول ارحموا سني. فاحنا بنقول لك يا كابتن عدلي عيب. افرح للاهلي ببطولاته وانجازاته، هلل، غني، ارقص، سبح، اشكر، احمد، اعمل اللي انت عايزه، بس بعيد عن مؤسسه شريفه اسمها نادي الزمالك. زي ما قلت لحضرتك وبكررها، الزمالك انظف واشرف مؤسسه